السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم جميعا يا جماعة، أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. طبعا يا جماعة معلش أنا بقالي فترة منزل فيديوهات، الفيديوهات الكبيرة. أغلبية الفيديوهات اللي بنزلها هي فيديوهات شورتس بس. للأسف الأيام اللي فاتت دي كانت الدنيا متكعبلة معايا، كنت مسافر راجع تاني أمريكا، فتذاكر الطيران بقى والحاجة وبتاع، وكنت ملهي والله في كذا حاجة كده. فمعلش هو ده اللي كان مأخرني. وكمان لما جيت هنا برضو كنت بظبط شوية حاجات في البيت، وكنت بظبط شوية حاجات في الأوراق بتاعتي. فهو ده اللي كان مكعبل معايا الدنيا يعني. بس خلاص إن شاء الله رجعنا يعني، وانتظروا بقى الفيديوهات بتاعتنا كل يوم زي زمان. عشان ما اطولش عليكم نخش في موضوع الفيديو بتاع النهارده. ناس كتير قوي اتواصلت معايا سواء في كومنتات على القناه او حتى على الماسنجر البرايفت بتاعي: احمد ايه اخبار الهجره العشوائيه، ايه الدنيا؟ للاسف يا جماعه الهجره العشوائيه السنه دي مفيش هجره عشوائيه اصلا هتتم السنه دي. وانا يمكن مش عايز اقول حاجه والله، بس هي من اوائل الناس اللي تنبأت بالموضوع ده من السنه اللي فاتت، من لما كانت اللوتري السنه اللي فاتت شغاله. ونصحت الناس وقلت لهم يا جماعه يا ريت الناس كلها تقدم في اللوتري. الكلام ده كان من سنه، لان محدش عارف السنه الجايه في وجود دونالد ترامب هنا الدنيا هتبقى عامله ازاي. هل هيفضل مخلي الموضوع هو فكرته ثابته، هو ما بيحبش المهاجرين فهو ضد اي حاجه. فكنت بنصح الناس كلها ان هي تقدم في الهجره اللي هي بتاعت السنه اللي فاتت. فدلوقتي للأسف مفيش هجرة السنة دي. ايه اللي هيحصل السنة الجاية الله أعلم. في بداية الأمر كله قال إن هو لا، هتبقى بدولار، هتبقى لازم إجباري بباسبور. حطوا لها شوية رولز كده، بس في الآخر برضو لا، الموضوع توقف. وعالم كمان السنة الجاية هتبقى مفتوحة ولا لا. فأنا حبيت أعمل الفيديو ده عشان للأسف الى الان في مكاتب بتنصب على الناس، والى الان الناس بيتاخد منها فلوس وبيقول لها تعالى وانا هقدم لك في الهجره العشوائيه، والهجره فتحت وما تسمعش كلام حد. يا جماعه الهجره مفيش هجره السنه دي، عشان ما تكونش بتعرض نفسك للنصب. مفيش هجره عشوائيه اللي هي اللوتري او اليانصيب او whatever هي اسمها عندكم ايه. فمفيش السنه دي هجره عشوائيه. تمام. بس انت بقى عايز تعرض نفسك يا معلم ان انت يتنصب عليك، ده شيء يخصك انت. بس القانوني والرسمي، وراجع ورايا خش على موقع الهجرة الامريكية هتلاقي مفيش اي حاجة السنة دي خلاص. والمفروض ان هي ان شاء الله السنة الجاية، وهيحطوا لها بقى قواعد وهيحطوا لها قوانين. هل هتبقى بقى نظام بوينتس زي كندا واستراليا وسويسرلندا اللي هي دول المهجر؟ هل هتبقى هيخليها زي ما هي بدولار ولازم الباسبور؟ ايه مش هتتشال اصلا، مش هتبقى موجودة. ده بقى اللي احنا هنشوفه السنة اللي جاية ان شاء الله. فانتظروا ان شاء الله بقى نرجع الفيديوهات تاني من جوه امريكا واقول لكم الاجواء العامة ايه. بس انا حبيت النهاردة اعمل الفيديو ده بخصوص الهجرة العشوائية، وان شاء الله انتظروا الفيديوهات اللي جاية اللي تخص كل حاجة بقى. اللجوء هنا سكته ماشية ازاي دلوقتي، الجواز عامل ازاي، إيه التغيرات اللي بقت موجودة في الجواز، ايه الاوراق المطلوبة منك، المعيشة هنا عاملة ازاي، شورتة ايس طبعا هنا مبدعة. فان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتبقى ممتازه جدا. واستخراج الفيز ونسب حصول الناس على الفيز السياحه، وايه هي الدول اللي اتمنعت، وايه هي الدول اللي اتطلب منها اجراءات اداريه، وايه الدول اللي هي لسه ستيبل. فيز كاس العالم، ايه الدول اللي اتمنعت من دخول حتى مشاهدة كأس العالم بس. فإن شاء الله الأيام الجاية يبقى في فيديوهات جامدة جدا، فانتظروني. ما تنساش يا باشا تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب للقناة. ولو عندك أي استفسار بخصوص الفيديو سيبولي في الكومنتات، وإن شاء الله هرجع أرد على 100% من أسئلة حضراتكم. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو بتاع بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.